كانت اول مره وفشلت، ودي كانت تاني مره وفشلت، اما دي فدي تالت مره وعرفنا ما كانتش بتنجح ليه. مروان وسهر عملوا بسكوت ونجح معاهم من ثالث مره، فاحنا هنجربه ونشوف بقى ينجح معانا من المره الكام. يعني هنتخطى اخطائهم ونخطئ احنا اخطاء جديده. وبمكونين اغرب من بعض، نشا ولبن مكثف. نشا ولبن مكثف بالنشا، وايوه انا متاكده ان هو حط نشا مش دقيق. 250 جرام نشا، وهنحط عليهم معلقتين سمنه مش سايحه. طبعا دي المره الاولى اللي فشلوا فيها عشان حطوا سمنه بدل الزبده، فاحنا مش هنغلط نفس الغلطه. كوبايتين نشا كده بعد ما عجنتها مفيش، ما خدتش دقيقه بالظبط عشان توصل للعجينه الخطيره دي. مش عارف انا الوحيد اللي كده ولا لا، بس ملمس النشا بيستفزني قوي. ودلوقتي هننزل باللبن المكثف. فعلا بعد دقيقه واحده بس قدرنا نوصل للعجينه تكون بالشكل ده. نسينا نحط الفانيليا. دلوقتي بقى اجيب صينيه الفرن وعليها ورقه زبده، وعلى فكره هو ما حطش بس انا هعمل كده عشان اضمن ان مفيش اي حاجه هتلزق. ودي كانت تاني غلطه هم قالوا لنا عليها، ان احنا ما نفردش ورق زبده تحت العجينه. بعد كده هناخد بالمعلقه حته من العجينه وهنعملها كوره كده ونحطها. شايفين ملمس عامل زي المهلبيه كده، مش عارف، حاسس ان انا يعني دي مش بسكوت. يا نهار ابيض، في ايه اللي حصل ده؟ المره دي مش هنعملها بورقه زبده، المره دي هنعمل كل حاجه زي بالظبط. بعد ساعه واحده في الفريزر كلهم مسكوا نفسهم واتجمدوا شويه، هندخلهم بقى الفرن. بصراحه ما عنديش ساعه بحالها في الفريزر، فهحطها كده على طول وباذن الله تنجح. وحاسس بصراحه ان مش دي المشكله الاساسيه اللي خلتها تبوظ، يعني حطيتهم في الفرن وربنا يستر بقى. اخيرا بعد ما نجحناها كده شكلها من قدام وده كده شكلها من تحت. الاتنين دول برضو طعمهم يتاكل، ولكن دي طعمها مدي على قرص ودي طعمها مدي على كحك. ودلوقتي اللحظه الحاسمه، نجحت معانا ولا فشلت؟ توقعوا بسرعه. مش عارف العيب كان فين، بس نجحت معانا من اول مره كالعاده. دلوقتي بقى جبنا ميلك شوكليت وهننزل بنصها كده هنا، وهنحطهم على ورقه زبده بعد ما نعمل كده عشان ندخلهم التلاجة بس نص ساعه يمسكوا نفسهم. يا نهار ابيض، يا نهار، احطها في التلاجة ازاي؟ انا مش قادر استنى. احنا ندوق دلوقتي ونقيم وخلاص. بسم الله. لو ده طعمها قبل ما نحطها في التلاجة، امال لما نحطها في التلاجة ايه اللي هيحصل؟ بعد ربع ساعه في التلاجة مسكوا نفسهم خالص. حلوه قوي ده ميلك شوكليت بقى. انت اصلا دخلت في ميلك شوكليت من زمان، ده انا لسه. دي تحفه. بصراحه كان شكلها حلو قوي بعد ما طلعت من الفرن، فقلت اجي اجربها معاكم بعد ما طلعت من التلاجة. فتعالوا ندوق ونقول بسم الله. خطيره، اقسم بالله خطيره.